اهلا بيكم. اسفين طبعا على الغياب، بقالي فتره ما طلعتش اي فيديو، بس انا راجع اقول للناس كلها اللي داخله الجامعه، وده فيديو مهم جدا ليكوا. لو انت داخل الجامعه اكيد انت مهم انك تشوف ده. لو تعرف حد بقى داخل الجامعه اول سنه ابعتوا الفيديو ده بسرعه. اول حاجه مهم قوي لو انت خارج من ثانويه عامه وداخل على جامعه، لازم تبقى فاهم الكوميونتي اللي انت داخلها. يعني انا هقول لك دلوقتي انت اول اسبوع في الجامعه مطلوب منك ايه، لان التاسك اللي هتعمله اول اسبوع ده متوقف عليه تقريبا سنين الجامعه كلها. اول حاجه انت لازم اول يوم تخش فيه الجامعه بص كده بعينك على كل الناس، يعني ما تروحش تعرف على حد اول يوم ده خالص. بص بس بعينك، راقب كل الناس، راقب اتيتيود كل الناس. هتلاقي جروب كده الاتيتيود بتاعه مش مظبوط، هتلاقي جروب تاني الاتيتيود بتاعه كويس، هتلاقي ناس منمقه كده وكويسه، هتلاقي ناس فاهمه مصلحتها وواعيه، هتلاقي ناس تانية. لازم تبقى فاهم كل الكوميونتي اللي حواليك، وتراقب وتحفظ بعينك كده مين اللي هيعلم معاك، لان اللي هيعلم معاك ده هو اكتر كوميونتي انت ميال ليها. ويا ريت تكون الناس اللي بتاعت مصلحتها والناس اللي عارفه فين مصلحتها اصلا. بعد اول يوم انت بس هتراقب الناس كلها، ما تعرفش على حد، لو يعني ما تروحش تبادر انك تعرف على حد، بس بكل بساطه انت بس روح راقب كده اول يوم. والله الجروب ده مثلا فيه كذا، وده الشخص ده هو القائد بتاع الجروب ده. طب انا عرفت ان الشله اللي هناك دي مثلا من البلد الفلانيه، من المنطقه الفلانيه، الشله دي من البلد الفلانيه، عشان هي محافظات اكيد. انت بتفهم اول يوم لازم تعيد ادراك كده حياتك انك داخل على كوميونتي مختلفه، واول مره هتطلع لجروب بره السوشيال ميديا. يعني انت في ثانوي او كل المراحل التعليميه اللي هي بتاعت التربيه والتعليم انت بتتعامل مع نفس الناس تقريبا، والسوشيال ميديا انت عامل مع نفس الناس وناس مختلفه، بس بقى لايف قدامك لما تخش الجامعه. بقى لايف ان انت هتتعامل مع كل الناس حرفيا، مع كل الفئات، مع كل طرق التفكير، مع كل الطبقات، مع كل حاجه. فانت محتاج لازم تبقى فاهم كده انت ازاي هتتعامل. فانت محتاج بس اول اسبوع كده لازم تفهم انت تتحرك ازاي. اول اسبوع انت محتاج ان انت اول يوم مش هتتكلم مع حد خالص، او مش هتروح تبادر انك تعرف على حد. هتحاول بس تلم كده داتا وانت ماشي، انت بتراقب مخابرات جدا، ما تعملش اي حاجه تانية. تاني يوم انت هتبدا تختار الناس اللي هي المؤثره. يعني لازم تختار، ما تختارش الناس العاديه، لا اختار المؤثرين. يعني الجروب ده مثلا فلان الفلاني ده اعلى صوت، او ده المؤثر في الجروب اللي هو يلا بينا نروح المكان الفلاني، فكله هيأمن وراه. لازم تروح تتعرف على ده، انت اللي تروح تتعرف على ده. روح اتعرف عليه واعرف دول منين، انت عارف دول منين اتعرف عليه وابني معاه ده ود، هو ده يعني للشله دي. ده هتبقى ايه، هتبقى انت عارف الشله كلها منه. نفس الكلام لو رحت المكان تاني لبلد تانية ولقيت مثلا الجروب ده اللي جايين مثلا من نفس المدرسه، اللي جايين من نفس المنطقه التعليميه، الكلام ده يعني حاول تعرف الجروبس دي، واعرف مين المؤثرين فيها. حتى على فكره لو مش هتبقوا صحاب قوي، او مش هتبقوا يعني كل يوم مع بعض او تعرفوا بعض بشكل مستمر، ولكن هيبقى برضو انت مهم انك تتعامل معاه في يوم من الايام، لازم هتتعامل معاه. فانت لازم تبني علاقات كويسه مع كل الناس اللي معاك في الجامعه، مش بس دفعتك على فكره. يعني انا بتكلم دلوقتي اول اسبوع ده انت بخليك في دفعتك بس. عرفنا تاني يوم وتالت يوم هنعمل ايه. احنا دلوقتي تاني يوم وتالت يوم احنا محتاجين نعرف ناس مؤثره فين في الدفعه بتاعتي. رابع يوم بقى انت خلاص عرفت كده، يعتبر يعني عرفت الناس اللي هتعرفك على الدفعه كلها، فتمام انت فكك بقى من الدفعه دي خالص. اطلع بقى على الدفعه الاكبر منك بسنه، اطلع رابع او خامس يوم اطلع فوق، او شوف مين من عندك او من صحابك زمان في نفس الجامعه وهو في الدفعه الاكبر منك، اساله مين هنا اقوى ناس، مين اشطر ناس، مين الناس هنا اللي ايه، اللي مدردحها. اساله بس هيشاور لك على ناس، روح اتعرف عليهم قول لهم اهلا انا فلان الفلاني ده لسه جاي وبتاع، مقلق شويه مش عارف الدنيا هنا ماشيه ازاي. هيدوا لك الزتونه، يعني هيلخصوا لك الحياه كده في الجامعه دي ماشيه ازاي. انا عندي كانت ماشيه ازاي، ان انت احضر بس محاضراتك، احضر السكاشن، حل الحاجات اللي ورا المعيدين، وافهم قبل ما تروح البيت، افهم الحاجه ولازم هتحل كتير لما تروح. وفي الاخر خالص انت بتحل امتحانات اخر مثلا سنتين ثلاثه، بتحل الامتحانات كلها سواء اللي هي السمر او الامتحانات العادي، دي انت بتضمن بيها الامتياز. انا كان عندي كده، وانا فهمتها من حد اكبر مني دفعه، هو اللي لخصها لي، فبناء عليه بقيت بجيب عادي امتيازات، وكانت معايا سهله ما كانتش صعبه. يعني عشان اجيب امتياز كانت سهله جدا مش صعبه. ليه؟ انا فهمت التيتا، بقيت فاهم. انا مثلا قبل الامتحانات بكام يوم انا فاهم، عارف ان فلان الفلاني ده هو اشطر واحد في الماده دي، بروح اقعد معاه بقول له لخص لي المعلومات اللي عندك.
بنقعد مع بعض بفهم كل المعلومات اللي عنده، وبعدين انا بقعد احل برضه واشوف طبعا الامتحانات المحلوله بتاعته، يعني هو بيبقى حل الامتحانات اصلا، وانا بقعد احل وببدا اقارن الاجابات وابدا افهم، بخش اجيب امتياز على طول عادي. ده كان سهل بالنسبه لي، لان انا برضه كنت بفهم يعني في الجامعه قوي، وكنت بدور ان انا افهم واحفظ. فانا برضه بفهمك الكونسبت اللي انت تمشي بيه. فانت دلوقتي هنعيد تاني بسرعه بسرعه بسرعه. اول يوم هتعمل اسكان على كل الناس الموجوده، تاني يوم وتالت يوم هتروح تتعرف على الناس المؤثره في دفعتك، رابع يوم وخامس يوم انت محتاج تطلع الدفعه الاكبر منك، تشوف حد فوق يعرفك على مين المسيطر فيها. تمام كده؟ ده خامس يوم. الاسبوع اللي بعده انت محتاج تعرف ايه؟ محتاج تروح المكان اللي بيحصل فيه انشطه طلابيه، محتاج تشوف اتحاد الطلبه ده بيعمل ايه، في اسر عندك ولا لا، هيكون ليك نشاط، هيكون في مسرح، هيكون في ميوزك، هيكون في اي حاجه. الحاجات دي انا بقولها لك ليه؟ لان انت الفتره الثلاث اربع سنين او الخمس سنين اللي معاك دول، انا بقول لك ما تنامش، اقسم بالله ما تنامش، ما تدوقش النوم. يعني اعمل كل حاجه، ذاكر واحضر جامعتك وخد ورش وروح كورسات وروح مثل مسرح وروح غني وروح العب مزيكا، روح اعمل كل حاجه في حياتك، كل حاجه، بس ما تاثرش في مذاكرتك. يعني مارس اي هوايه نفسك تعمل اعمله حرفيا، بس وانت مش مقصر في مذاكرتك. ده هيفرق معاك جدا جدا جدا، وهيفرق في شخصيتك، وهيكون لك كده، هيكون لك مايند سيت كده بالعرض، بيخليك قادر ان انت تكون قرار، وتكون يكون ليك رأي على استقامته بقى في كل حاجه انت بتمشيها في حياتك، لان انت بتلم داتا بالعرض. لان خلي بالك يعني لازم تحترم قصه وكارير كل واحد، يعني بتاع المزيكا ده لازم تحترم حياته، لان هو برضو عنده باك جراوند وجاي منها. انت لما بتفهم طريقه تفكيره، وبتفهم طريقه تفكير بتاع المسرح، بتفهم طريقه تفكير اللي بيديك الكورس، بتفهم طريقه تفكير زمايلك، لما بتفهم كل طرق التفكير يبقى عندك باك جراوند غزيره. وبناء على كده لما بتيجي تقرر في حاجه، او لما بتيجي تاخد قرار في اي حاجه، بيكون عندك الكونسبتس اللي تنجح القرار ده، او اللي تخليك بتاخد القرار الصائب، او اللي يعني الى حد ما الانجح من اي حد هياخده. علشان كده انا بقول لك من البدايه، حاول قدر الامكان ما تنامش والله، يعني اعمل كل حاجه. ونصيحة تانية برضو، نصيحة تانية، لو في حد زميلك في جامعة مثلا، في مكان ساحلي، في جامعة بعيد الكلام ده، قال لك ما تيجي تقضي معايا يومين ثلاثة، روح على طول، روح واعرف ناس من البلد دي، وروح واعرف ناس من البلد. يعني اي حد يقول لك، وده انا عايز اقول لك كمان، لو تعرف تسعى ان يكون ليك صاحب مثلا في جامعة في الاقصر واسوان، روح. لو جامعة مش عارف في بورسعيد، روح. مش اي مكان تحس ان انت رايح على ثقافة مختلفة، روح جرب، اعرف الناس هناك، اخرج شوف المكان، ادخل كشك، ادخل سوبر ماركت في البلد دي، شوف ثقافة الناس عاملة ازاي جوه. الحاجات دي كلها هتفرق معاك في تكوين شخصيتك اصلا. الكلام ده فاول ما تنزل شغل ده هيفرق معاك جدا، يكون عندك اصلا كوميونيكيشن سكيلز قويه جدا جدا جدا. وطبعا احنا قلنا قبل كده كذا مره ان اهم من المهارات بتاعتك هي، او مهاراتك في الشغل، هي مهارات التواصل بتاعتك، مهارات التواصل مع الناس، طريقه التعامل مع الناس، النيجوشيشن، التفاوضات، الحاجات اللي هي بتبقى مؤثره في اي شغل، الهندله، الكلام ده كله. ده كان اول اسبوع في الجامعه. انا يعني بقالي فتره بخطط للفيديو ده الصراحه، يعني حسيت ان دي اهم حاجات لازم تعرفوها. اتمنى منكم ان شاء الله تكونوا مؤثرين في الجامعه بتاعتكم، تكونوا ناس شاطره، وتعملوا لايك وتعملوا شير وتعملوا فولو، يعني تعملوا كل حاجه ممكن تفيد الفيديو ده اصلا. باي باي.